لازم تبقى جريء. يعني ايه جريء؟ فليذهب العالم للجحيم. بس طب افرض فليذهب العالم للجحيم. فخليك انسان جريء. يحصل ايه؟ يحصل اللي يحصل. اصل انا يحصل اللي يحصل بدون مقدمات، مش عايزين وجع دماغ. نظره عم احمد اللي ساكن تحتينا، ما انت فلتذهب نظره عم احمد للجحيم. انا مالي بعم احمد. نظره عمتي وبنت عمتي من سنه مش عارف كام لما كان سنه، ما توجعوش دماغي. انا كل تفكيري فين دلوقتي؟ انا دلوقتي مطلوب مني اعمل ايه النهارده؟ هعمله. يجي الامتحان اعمل ازاي؟ ما اعرفش. ليه؟ لانك يا صديقي في النهايه انت عايز توري ربك منك ان انا عملت اللي عليا في هذه الفتره. ما تفضلش ترجع بالزمن لورا، ولا ترمي لورا، ولا تروح لقدام. هطلب من حضرتك حاجه انا عارف ان هي مش اي حد هيعرف يحققها، بس دايما خدها قاعده في الحياه، مش في ثانويه عامه بس. دايما يا سيدنا اول ما تلاقي نفسك خايف من حاجه اهجم عليها. بمعنى دايما الانسان لما بيجي يفكر في اشياء هو بيخاف منها، فبيسال نفسه سؤالين: طب انا خايف، الخوف ده هو اذى نفسي مهول. لو انا فضلت خايف وبشعر بالخوف، الوجع ده اقوى ولا النتيجه اللي هتحصل؟ وجع الخوف اقوى من اي نتيجه ممكن تحصل، حتى لو كانت النتيجه سيئه. مش بتكلم على ثانويه عامه، بتكلم على اي حاجه. فدايما المشكله في اذى الخوف مش في اذى النتيجه. تمام؟ بطلب من حضرتك في الفتره دي يا سيدنا اللي انت تبقى جريء. يعني ايه جريء؟ كده انت ما قدامكش اي خيار تاني، واي خيار تاني في اللحظه دي هو مش في صالحك. لازم تبقى جريء. يعني ايه جريء؟ فليذهب العالم للجحيم. بس طب افرض فليذهب العالم للجحيم. فليذهب العالم للجحيم، انا مش بدعي على العالم، انا قصدي يحصل اللي يحصل. ليه؟ لان احساس الوجع ده ولا مطلوب منك دينيا، ولا مطلوب منك كثانويه عامه، ولا مطلوب منك حتى كحد ناضج، ولا مطلوب منك كحد سوي، بل احساس بالخوف. عشان كده ربنا اخبرنا، قال تعالى ايه؟ الشيطان يعدكم الفقر. دايما الشيطان بيلعب على الانسان. طب انا اقول لك حاجه، مين اشد وجعا، الفقير ام الذي يخشى من الفقر؟ الذي يخشى من الفقر. عشان كده بنشوف ناس فقيره يقول لك يا عم انا عادي، تشوفه قاعد معاه بيضحك، المفروض هو ايه؟ ما يضحكش. مع ان واحد تاني قاعد في البيت مع اكله وشربه، قاعد عياله يكلموه سيبوني دلوقتي يا عم، طب يهديك يرضيك، طب الحق العيال واد بيصوت سيبوني، ما حدش ليه دعوه بيا. هو عنده ايه؟ خايف من اللي جاي. فعشان كده ربنا اخبرنا في القران الشيطان يعدكم، يخوفك من اللي جاي. فالشعور بالخوف شيء مؤذي. ايوه يعني مطلوب مني ما اخافش، مش قصدي مش هتعرف. اصل هي المشاعر عندنا مش زراير، دوس على زرار عدم الخوف فهيتم تفعيل زرار عدم الخوف. بس انا بقول لك ان من وسائل الشيطان اللي دايما بيستخدمها ان هو بيخوفك من الايه؟ من اللي جاي. فالشاهد في الموضوع يا سيدنا المطلوب مني في اللحظه دي ان انا اري ربي مني ما استطيع. ثم اما بقى التفكير في اللي جاي فليذهب العالم للجحيم. فخليك انسان جريء. يحصل ايه؟ يحصل اللي يحصل. اصل انا يحصل اللي يحصل بدون مقدمات، مش عايزين وجع دماغ. اصل انا ايه يعني نظره عم احمد اللي ساكن تحتينا، ما انت فلتذهب نظره عم احمد للجحيم. انا مالي بعم احمد. نظره عمتي وبنت عمتي من سنه مش عارف كام لما كان سنه، ما توجعوش دماغي. كلمه هتتقال ده هنفترض. انا عارف ان كل طالب في ثانويه عامه في اللحظه دي بيبقى فاكر ان هو محور الحياه في الاسره، واحيانا الاسره بتبالغ في ده، ولسه هنكلم الاسره في الحته دي، واحيانا الاسره بتبالغ في ده. بس في الواقع يا صديقي بمجرد ما الموضوع يحصل، انا ما بقولكش الدرجه دلوقتي، بمجرد الناس مش منتبهه. والدليل ان بنت خالتك اللي كانت في ثانويه عامه الحياه مشيت بعدها عادي، صح؟ ايا كان هي جابت ايه وعملت ايه. هل بقى انتوا لحد دلوقتي عمالين تتكلموا؟ شوف خالص. ولو بتتكلموا هل الكلام ده قلل منها او زادها؟ خالص. فالشاهد في الموضوع يا عمنا، الشاهد في الموضوع الفترة دي لو هتعرف تحط في بطنك بطيخة صيفي زي ما بيقولوا عشان انا ضامن الامتحان، لا، الحياة تقوم على عدم الضمان. وانا كلمتك في ده قبل كده، مفيش حاجة اسمها حد ضامن حاجة. بس انا حاطط في بطني بطيخة صيفي ليه؟ عشان ربنا امرني وطلب مني وحذرني وعرفني ان الشيطان ما يخوفنيش من القادم، وان المستقبل مش بتاعك. انا مطلوب مني ايه؟ اعمل دي. هل بقى ده هيمنع شعور الخوف كلية؟ ابقى كداب لو قلت لك كده الشعور هيبقى التوتر موجود، يعني شوية مش مهم. لكن انا مرعوب لدرجه عمال احسبها كل لما الشيطان يرمي لك بعد امتحان العربي بيوم هيحصل ايه؟ ماليش فيه. انا كل تفكيري فين دلوقتي؟ انا دلوقتي مطلوب مني اعمل ايه النهارده؟ هعمله. يجي الامتحان اعمل ازاي؟ ما اعرفش. ليه؟ لانك يا صديقي في النهايه انت عايز توري ربك منك ان انا عملت اللي عليا في هذه الفتره. ما تفضلش ترجع بالزمن لورا، ولا ترمي لورا، ولا تروح لقدام. عملت اللي عليا في هذه الفتره. في ايدي حاجه تاني اعملها؟ لا. اذا التباكي والخوف والندم والتوتر والحرص الزائد في التفكير، كل ده مش هيقدم ولا هيأخر. ده يرهقني ذهنيا، هيتعبني نفسيا، هيضرني تعليميا، مش هيعمل اي حاجه، مش هيفيدني في اي حاجه. فبناء عليه انت مش هتحاسب على ده، ربنا مش هيكافئك عشان انت متوتر. تمام؟
لكن ربنا يكافئك ويعينك لما حضرتك تبذل مجهود. فعشان كده يا سيدنا شعور بالخوف والاطمئنان، قصدي الشعور بالخوف والاضطراب والى اخره، اتعامل معاه ازاي دلوقتي؟ كل ما تحس ان انت متوتر او عمال تفكر في المستقبل، افتكر قوله تعالى الشيطان يعدكم الفقر، افتكر فما تندركش معاه. واللي بعد كده يا رب مش بتاعتي، يحصل اللي يحصل، قول لنفسك كده ما يحصل اللي يحصل، خليك جريء. ما كانش ينفع اقول لك قبل كده ليه؟ لان لما اقول لك خليك جريء هتفتكرني انا بقول لك كبر دماغك ولا تعليم ولا كلام فاضي. انا ما بقولش كده، ده انت قاعد بتسمع وقاعد بتتعلم وقاعد بتعمل اللي عليك. عملت اللي عليك، لو العالم كله اجتمع ضدك عادي. وانا مش بحكي، والله ما بحكي لك كده من باب ان انا مش حاسس بيك، والله العظيم ده انا بحكي لك كده وانا عارف احساسك بالتفصيل الممل ومشاعرك الدقيقه اللي حضرتك حاسس بيها. خلاص، وممكن ما تصدقش لو قلت لك انا حاسس نفس الاحساس بل هو اكبر، بس انت مش واخد بالك. ممكن ما تصدقش، مش مهم. بس في النهايه كان ينفع اعمل حاجه تانية اكتر من كده؟ لا خلاص، مش بتاعتك بقى، اركن، مش بتاعتك دلوقتي. كان ينفع اعمل حاجه دلوقتي، ما تفكرش في الماضي، ما تفكرش في اللي جاي، مالكش دعوه ولا باللي جاي. المستقبل مش بتاعنا. انت عايز تضمن مستقبل ودول بتقوم وتقع في يومين، في دوله في يومين، فانت بتتكلم في ان انا لا، انا مش بتاعتي. ليه الاحداث المحيطه بيك دي المفروض ترجعك لربنا عشان تعلم في النهايه ان المستقبل مش بتاعك. انت مطلوب منك تعمل ايه؟ عملت اللي عليك، تعال اركن بقى على جنب، الجا لربنا. يا رب انا نفسي في ايه؟ تعني وتوفقني. والله الكليه دي جت، لو هي خير ليا وفقني ليها ووفقها ليا وقدر ليا كل السبل المتاحه. والله لو الخير ليا والتوفيق ليا الاجتماعي والمادي والثقافي والحياتي والديني والدنيوي في حته تانية اللي انت شايفه، لو عرفت تعملها بيقين هتشعر بشيء من الاطمئنان. عشان كده ربنا قال لنا ايه؟ الا بذكر الله تطمئن القلوب. ومش بذكر الله بس يا عبد الله، انا افضل اقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، عشان بعض الطلبه تعمل ايه او بعض الناس بتفتكر ايه؟ الا بذكر الله تطمئن القلوب، فانا متوتر فاعمل ايه؟ سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. ما تطمنش، لا الايه ما تنطبقش عليا. ايه يا عم ده؟ الا بذكر الله مش شرط تقول اذكار بس، الا بذكر الله اللي انت تتامل ده، اللي انت تفكر بنفسك بربنا. انا مرجعي في النهايه لربنا. انا في النهايه مش مطلوب مني ربنا اخبرني، مش مطلوب مني الضمانات ولا المستقبليات، ولا مطلوب مني افضل اتوتر لما هو قادم، ولا مطلوب مني انجذب مع الشيطان عشان هو بيخوفني من المستقبل وبيخوفني من الفقر وبيخوفني من النتيجه وبيخوفني من الفشل وبيخوفني من عدم التوفيق. انا مش مطلوب مني اندرج ورا ده. انا مطلوب مني اعمل ايه؟ انا مطلوب مني، ربنا امرني اعمل اللي عليا ثم اركن استعين بربنا. اعمل اللي عليك واركن وتعالى في الصف، ادعي ربنا استعين بيه. ادعي ربنا دي يا جماعه، يعني انا قصدي بعد وانت بتصلي وانت ساجد، ادعي اللي في قلبك باللغه العاميه او باللغه اللي انت بتعبر عن اللي جواك. يعني انت النهارده قبل ما تنام ممكن تقعد على الارض بدون سجاده عادي، عايز تفرش السجاده افرش وارفع ايديك 5-10 دقايق، كلم يا اخي، قول اللي في قلبك، طلع. لا، الواحد لما بنيجي نقعد نحكي، الواحد بقى بعد ما يكون في قاعده واحد متضايق ويحكي يقول لك والله يا عم ده انا ارتحت النهارده، ولله المثل الاعلى. ففضفض، لانك مش بتحكي مع حد عشان تفضفض، انت بتحكي عشان عايز. والله اذا اراد شيئا هو خير ليك، اذا اراد شيئا يقول له كن فيكون، خلصت خلاص. بس بتعمل ده بايه؟ مش مهم تقول ايه، المهم قلبك يبقى حاضر، المهم تستجمع ده كله في دماغك وانت بتعمله. خلاص سيدنا. منك ربي وأنت لحادثات الدهر حسبي، تروي غلتي وترم حالي وتؤمن روعتي وتزيل كربي.